العالمي بتاع الملاكمة لازم يتعرفوا عليك يا ابو راي. نعم أؤمري. عايزة ايه؟ بقالك يومين مبحلقالي، عايزة ايه؟ يا بنت انت عيب عليكي كده، حرام، ما تتريقش عليها، ما بتعرفش تتكلم. مين دي اللي ما بتعرفش تتكلم؟ ده انا سامعاها الصبح بودني وهي بتغني لو لعبت يا زهر. لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده شفت؟ لا دي اكيد ملبوسه كده يا ماما. خلاص بقى يا شوشو فكيها بقى. افك ايه بس يا هاني؟ ده احنا من ساعة ما عرفنا الراجل وهو حاله في النازل، شكلنا بقى اندر قوي. وانتوا مالكوا يا بنتي؟ هو قدره كده، انت بس توصي خالتك تقعد ايه جنبه، يعني تفكه، تاخده في حضنها، تطبطب عليه. الراجل برضه عريس جديد وفي ظروف صعبه ومحتاج لصدر حنين كده. ما تظبط يلا وتلم نفسك يا بنتي ما حلاله يا بنتي، هو محتاج لصدر حنين يترمي فيه. بس بقى نيان مالها دي بتنونو ليه؟ سيبك منه. نزل رجلك وحط الطبق على الترابيزه. معلش انا اقعد براحتك ياض. نيان ما تتعبيش نفسك، بعتنا نياو تجيب طلبات. طلبات ايه اللي بعتوها تجيبها؟ لا ما تقلقيش، ده حاجات بسيطه يعني فول على طعميه على بقسماط. مش قصدي يا غبي، قصدي ليه اصلا تبعتوها تجيب طلبات؟ ايه اللي ليه؟ مش شغاله هنا؟ شغاله عند اصحاب البيت، انما انتوا ضيوف تقال وخلاص هتمشوا. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش عايزه اتخانق معاك عشان الظروف اللي عم عبد الله فيها. هو فين بابي اصلا؟ انا ما شفتوش من الصبح. في المكتب مع المحامي ومندوب شركه التامين. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ هو حد كلمك؟ الله، انت بتصرصري يا بت انت ولا ايه؟ مش انت اللي بتسالي؟ بسال نفسي وبتكلم مع نفسي. خلاص معلش يا ست الكل، حقك علينا، وانت بعد كده لما تلاقيها بتتكلم مع نفسها ما تتدخليش خالص، ماشي؟ انت مالك انت اصلا قاعد متبرطع كده في الليفنج؟ انت مين اصلا؟ وبعدين بقى ده خطيبي، عشان افهمك بلغتك ماي اكس فريند، وضيف مرات عمي اللي هي صاحبه البيت. اولا انا مش هصلح لك الكارثه اللي انت قلتيها دي وهسيبك حماره كده. ثانيا مرات عمك اللي هي صاحبه البيت اسمها الست اللي خربت البيت. يا علم يا نحس. شريهان. ايوه يا عمو حالا. اوعى يلا. شريهان. ايوه يا عمو. مش في ملف امبارح اديتهولك وقلت لك خليه معاكي؟ ايوه انا شايلاه معايا. هاتيه وتعالي بسرعه. ثواني ويكون عند حضرتك. ما يقدرش يستغنى عني خالص، هيجنني. ان شاء الله ما خليتك تستنى. نزل رجلك يا متخلف انت. معلش انا اسف، حقك عليا. على فكره انت صاحبه البيت طبعا. اي نو، مش محتاج تقول لي. استاذ عبد الله انا اسف، شركه التامين مش راضيه تحمل الخسائر اللي على الباخره. الباخره اتحركت من مينا وكان عليها حموله زياده، معنى كده ان انتوا ما اتبعتوش قواعد الامان. يا استاذ سامح، يا استاذ سامح، كل المعلومات اللي عند حضرتك معلومات مغلوطه. وبعدين انا مش فاهم ازاي شركه تامين كبيره زي حضرتك. لا هي كبيره، انا بحبهم جدا. واسمهم زي الطبل في السوق. لا هي زي الطبل. يعني مفيش كلام، ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطه ومشكوك في صحتها للدرجه دي؟ كل الكلام ده مش هيغير حاجه من الموضوع. طب انا مش هتكلم، عبد الله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقه. اتفضل يا فندم. انا اتصرف. طيب شوف يا سيد وائل. سامح يا فندم. سامح سوري. شوف يا سيد وائل، انا هلخص لك الموضوع في الاتي. هو الراجل القبطان طلع بالمركب، قال دعاء السفر، سمى الله، حاطط بنزين، شاف بنزينه، شاف ميته، شاف زيته، شاف فلاتره، كله تمام. وهو ماشي في عرض البحر زي الفل، طلع له بلد ابن حرام بجيت سكي وصيني كمان، ومش مترخص يا فندم. ومش مترخص تمام. قعد يزاوله في البحر، كسر عليه، يطير الولد، يطير روح. طب المنطق بيقول كده، فداه في الثانيه لقى جبل جليدي قدامه، راح داخل في الجبل الجليدي، قسم المركب نصين وغرق زي تايتانيك. هو تايتانيك كان حد حاسبهم؟ والفيلم كسر الدنيا وجاب فلوس قد كده. عارف جاب فلوس قد ايه؟ تايتانيك كتير. ومع ذلك يا سيدي مسألة بمنتهى البساطة يعني. الحمد لله رب العالمين، زي ما بيتقال انها جت في الصاج وجت في شوية فلوس علينا وعليك، مش اكتر يعني. ايه اللي حضرتك بتقوله يا استاذ عبد الله؟ استاذ عبد الله اتفضل. اهو الملف اللي بيثبت صحة كلامنا 100%. اتفضل يا فندم، اتفضل. مالنا؟ يا سامح بيه، احنا شركة كبيرة، شركة عريقة،
تمام، احنا هنعيد التحقيق، بس من وجهه نظري انا الشخصيه المسؤوليه على حضرتك يا استاذ عبد الله. لا معلش يا باشا، ثانيه واحده، مستر عبد الله ملوش اي علاقه بالموضوع ده. اشطر وامهر موظفه عندي، اسمع منها واستفاد. مستر منير هو المسؤول. انا ايوه انت يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حرام عليك بقى، ايه الكذب ده؟ مش دي الشحنه اللي طلعناها وغرقت بالمركب اللي فيها؟ وانا حذرتك بدل المره 3، فاكر لما كانت المجاري طافحه في اوضتك قعدت تقول لك خلي بالك الحموله زياده المركب هتغرق، قلت لي مالكيش دعوه خليكي في نفسك. دي بتتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم. الباخره بتاعت السويد يا عبد الله بيه، فاكرها؟ الباخره بتاعت السويد، لا دي كانت مسؤوليتنا واحنا تحملنا كافه المصاريف. لا بتاعت السويد. لا السويد ايه؟ انا مش بتكلم عن السويد، انا بتكلم عن المركب اللي طلعت من ايطاليا للصين اللي كان رقمها 444 على الف ب ت، صح؟ دي واحده مجنونه جايبانا تسترزق في الشركه. مجنونه؟ طب انا هوريك بقى الجنان اللي على اصله، عشان انا كنت متاكده ان انت هتعمل مكيده في عمو عبد الله. اتفضل يا باشا، ادي نسخه من المستندات اللي تثبت كلامي ده، اتفضل. عم ده انا هوريلك. ايه رايك بقى يا عمو؟ انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيت لك في الوقت المناسب انقذك من مستر فلايت الشرير. رايي روح يا شيخ الله يخرب بيتك. شريف؟ سيف، في ايه؟ بكلمك كتير ما بتردش عليا. وايه حكايه دقنك دي؟ في ايه مالك؟ مفيش حاجه، كنت محتاج اقعد لوحدي في البيت عشان بشتغل على مشروع التخرج بتاعي. انت عارف عايز اقعد عليه بروقان، حتى اللابتوب بتاعي. سيف مال بقك؟ في ايه؟ انت بتكذب؟ انت خدت بالك؟ طبعا عينيك فضحتك. ازاي اصلا انا مش باصص لك؟ سيف في ايه مالك؟ احكي لي. حاسس اني مخنوق ومتكتف. ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف. بتخش عليا بتقول لي كلام قديم وانا بتجرجر، وانت عارفني انا على شعرايه. ماشي. ايه اللي انت لابسه ده يا شريف؟ لابس لي هيكون يا شريف وبدله بترولي. معلش خلاص انسى البدله وركز معايا دلوقتي. طيب ايه؟ في ايه اللي وجعك؟ احكي لي، انا صاحبك. مفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري. قول لي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي. كنت متاكد وقلت لك 100 مره احذر البنت دي، احذر البنت دي. انت هتستعبط؟ انت ما قلتليش حاجه، انت قلت لي امشي وراها، البنت دي جامده. طب ما هي جامده فعلا، ما تغيرش الموضوع. ايه المشكله؟ نيلي خانتني يا شريف. شت. خانتني، داست على مشاعري واحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيء. معلش. وبعدين بقول لك خانتني يا شريف. انت عارف البنت دي عملت ايه؟ دخلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا، شيرتها للدنيا كلها. بنت مش طبيعيه يا ابني. انت عارف عملت ايه؟ ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون. انا ما يتردش عليا في التليفون يا شريف، انا ما يتردش عليا. ما تظلمهاش. انت تعرف حاجه؟ انت في ايه؟ والدها. مال والدها؟ انت اعترف، اكيد في حاجه. بمر بظروف صعبه جدا. ايوه اعترف، انت بيمر بايه؟ قول يا شريف، قول، ما توغوشنيش يا اخي. بس بقول لك ايه، ما تيجي نشرب شاي ونبطل عبط بقى في الحته الضيقه دي، انا مش عارف اتكلم معاك. ما انت يا شريف بقى، انا بقول لك، انا بشوف البدله البترولي دي بحس ان انا حسين صدقي. ارجوك يا شريف، ارجوك خف عليا، ارحمني يا اخي. ماشي تعالى نتكلم في المطبخ. عايز ايه؟ تشرب ايه؟ اي حاجه بريل لو فيه. يخرب بيت البريل اللي انت بتشربه بقى وتقعد بقى. حبيبي اخبارك ايه؟ وانا اسبوع يعني ما ردتش عليك. تعالى يا شريف. هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بنتي يا نيل، حولي هاتلنا الابدار، ده مسلسل تركي حلو قوي انا بحب اتفرج عليه. يلا شوفي يا اختي البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعه احنا في مصيبه، وعاوز اتكلم معاكم شويه عشان نشوف حل للمصيبه دي.